السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أرحب بكم جميعا في هذه المحاضرة. وبداية أوجه عبارات التقدير والشكر للمندوب الجهوي بفاس، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، على هذه الدعوة الكريمة لتقديم محاضرة بمناسبة من المناسبات الوطنية. يتعلق الأمر بزيارة السلطان محمد الخامس لمحاميد الغزلان، واخترت لها عنوان قراءة جديدة على ضوء مستجدات ملف الوحدة الترابية للمملكة. فلا يخفى أن السلطان المغربي كان دائما يتنقل عبر المناطق المغربية في زياراته التفقدية لأحوال رعيته، ومن ذلك زيارة السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه لمحاميد الغزلان، وتحديدا بإقليم زاغورة، وذلك في يوم 25 فبراير 1958، حيث استقبل في هذه الزيارة التاريخية شيوخ وممثلي القبائل الصحراوية التي شدت الرحال لرؤية جلالة الملك وتجديد البيعة والولاء. وهذا الحدث التاريخي يمثل اليوم مناسبة للشعب المغربي وأسرة المقاومة وجيش التحرير لتخليد ملحمة من ملاحم الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال الأجنبي، وضمن جهود استكمال وحدتنا الترابية لصيانة ثوابت الأمة، وخاصة وحدة التراب ووحدة الإنسان تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله. وهذه المناسبة تحمل الكثير من الدلالات، فهي تؤكد على أن السلطان المغربي كان دائما في صلب الأحداث الكبرى، موجها لها ومبادرا، ويعني متشبتا بثوابت المغرب، على رأسها الوحدة الترابية للمملكة. ولذلك عند زيارة محمد الخامس لسكان محاميد الغزلان ألقى خطابا تاريخيا، وعلى غرار خطاب طنجة المعروف. في هذا الخطاب، خطاب محاميد الغزلان، قال: سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترجاع صحرائنا وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ. والتاريخ اليوم يعيد نفسه، لأن الصحراء المغربية، هذا الجزء العزيز من الوطن، عرف تقدما كبيرا من حيث التنمية في الميدان، ومن حيث الاعتراف الدولي والإفريقي بانتماء هذا الجزء إلى المغرب، بغض النظر عن بعض المناورات وبعض الشائعات والحروب، خاصة الحروب اليوم الإلكترونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول التقليل من جهود التنمية في تلك الأقاليم المغربية. لكن هذه الزيارة التاريخية هي تؤكد انتماء الصحراء للمغرب، وأنه لم يعد هناك ما يفصل الشمال عن الجنوب، فالمغرب الموحد حسب هذه الزيارة الميمونة يشكل ثابتا من ثوابت الأمة، وأيضا تجسيدا لجملة من العلاقات القائمة وعلى امتداد عدة قرون بين المغرب وبين سكان هذه المناطق في الصحراء المغربية. ظلت العلاقة التي تربط الصحراء بالعرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي علاقة وطيدة،
وأظهر أبناء هذه الأقاليم في كل مناسبة من المناسبات، أظهروا تمسكا قويا وراسخا بدينهم ووطنهم وملكهم وبثوابتهم الدينية والوطنية. فلا يترددون في التعبير عن عمق الانتماء إلى النضال التاريخي الذي جمع المغاربة جميعا، سواء كانوا في الصحراء أو كانوا في الشمال أو الشرق أو الغرب. أبناء المغرب جسد واحد، وعموده الفقري هو الصحراء. فالصحراء منقوشة في سجل التاريخ المغربي عبر القرون، وكانت هناك معارك طاحنة برهن فيها ساكنة هذه الربوع الأبية، برهنوا عن قدرة فائقة على الجهاد وعلى التضحية والفداء. بذلك ضربوا أروع الأمثال والنماذج لانتزاع الاستقلال وللتعبير عن ارتباطهم بالمغرب وتعلقهم بالعرش العلوي. ولذلك استطاعوا طرد الاستعمار الإسباني والفرنسي وغيره من الدخلاء الذين يحاولون تقسيم المغرب. فانتصر أهل الصحراء المغربية وأعلنوا تشبثهم بالوحدة الوطنية. ولذلك جنى المغرب ثمار كفاحه المستميت بتنمية شاملة، حيث عرفت هذه المناطق المغربية في الجنوب المغربي عرفت تنمية كبيرة ونقلة نوعية من حيث البنية التحتية ومن حيث المؤسسات الكبرى التي تشهدها هذه المناطق، فضلا عن التنمية البشرية بتأهيل الساكنة وبتحسين معيشتهم وبالارتقاء بجودة الحياة، حتى إن عددا من المغاربة في الشمال أصبحوا يحبون العيش في الجنوب لما يطبع هذه المناطق من رخاء وتنمية وحسن العلاقات، ومن مناخ مثالي، ومن يعني ظروف ملائمة جدا، خاصة ذلك الطبع الصحراوي الكريم والمحب للضيف والمحب لأخيه في الشمال المغربي. ولذلك زيارة السلطان محمد الخامس لمحاميد الغزلان فيها إحياء لهذه القيم المغربية وهذه الثوابت الوطنية والدينية التي يتشبع بها عموم المغاربة أينما كانوا، يعني حتى خارج الوطن ينقلون معهم هذه القيم الوطنية ليمثلوا بلدهم خير تمثيل. ولذلك أعلن جلالة المغفور له محمد الخامس فور عودته منصورا من المنفى السحيق إلى أرض الوطن، عندما عاد يوم 16 نوفمبر 1955 أعلن بشرى الحرية والاستقلال، فحرص على إعادة بناء الوطن وتوحيد مناطقه وأقاليمه لتحطيم الحدود الوهمية المصطنعة التي بقيت من مخلفات الاستعمار الغاشم الذي حاول زرع التفرقة، لكنه لم ينجح بسبب تشبث الصحراء بمغربها وتشبث المغرب بصحرائه. فكانت الزيارة الملكية الميمونة لتجسيد هذه المعاني والقيم وتقوية هذه العلاقات التاريخية التي ربطت الملك بالصحراء، ربطت الشمال بالجنوب، ربطت المغاربة جميعا في وحدة هي وحدة الإنسان المغربي الذي يبدي دائما الاعتزاز بانتمائه إلى الوطن وإلى ملاحم النضال التاريخي الذي يجمع سكان الصحراء بإخوانهم في سائر مناطق المغرب. والمعارك البطولية في الحقيقة شاهدة على هذه المفاخر، وهي تدعو فعلا
للاعتزاز بالانتماء. فلقد أبلى الأسلاف والأجداد بلاء حسنا في الدفاع عن حوزة الوطن، ولذلك جنى المغرب ثمار هذه الجهود، سواء من خلال التنمية أو من خلال استكمال الوحدة الترابية أو من خلال تعزيز ريادة المغرب اليوم في المنطقة وفي البعد والعمق الإفريقي، وأيضا انفتاحه على معظم القارات. فهو محط أنظار العالم بفضل هذه السياسة الرشيدة للقيادة الملكية في رؤية القضايا رؤية تحمل بعد النظر وتأخذ بعين الاعتبار المستقبل، وضمن استراتيجية سلمية سلاحها الحق والثبات على المبدأ. ولذلك بقي المغرب صامدا أمام كل محاولات استفزازه، سواء من دول الجوار أو من بعض المناوئين لوحدته الترابية الذين يفتعلون المشاكل وينشرون الإشاعات ويحاولون خلق جو من التوتر بين المغرب وشركائه التاريخيين وأصدقائه المقربين. لكن المغرب هو على وعي بهذه المناورات، ودائما يستحضر الحكمة ويتثبت من مواقف الآخرين ويحاول فهمها من أجل اتخاذ القرار السليم. لذلك زيارة السلطان محمد الخامس لمحمد الغزلان الاحتفاء بها في هذه الظرفية بالذات هو إحياء لقيم الوحدة والثبات على الحق وتجديد البيعة الشرعية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتأكيد ذلك التلاحم بين الشعب وبين العرش، والرد على خصوم وحدتنا الترابية ومخططات المتربصين بسيادة المغرب على كامل ترابه المقدس الذي لا تنازل ولا مساومة في شبر منه، بل في حبة من رماله، كما أكد على هذا المعنى الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، وهو يلقي خطاب المسيرة الخضراء بأن المغاربة سيقبلون رملا من رمالهم وسوف يطؤون أرضا من أراضيهم، في ذلك الخطاب التاريخي الذي بقي خالدا في سجل مفاخر الدولة المغربية ومصدر اعتزاز للجيل وللأجيال التي جاءت وعرفت هذا التاريخ المجيد الذي يستحق كل الإكبار والاعتزاز لما فيه من بطولات ومن جهاد ومن تضحية بالغالي والنفيس في سبيل وحدة أمة وفي سبيل مغرب الغد وفي سبيل الوفاء بما بذله هؤلاء الأبطال من جهد لننعم نحن اليوم بالأمن وبالاستقرار وبمسيرة التنمية التي تتواصل في المغرب على الرغم من الأزمات العالمية ومن الهزات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الكثير من المناطق عبر المغرب، إلا أن هذا البلد الطيب يبقى صامدا ويبقى ثابتا على المبادئ العليا التي أسس على هديها منذ عدة قرون، مملكة رشيدة وعلى الحق وعلى التقوى من الله. ولذلك ستظل بلادنا متمسكة بهذه المعاني والقيم وبروابط الإخاء والتعاون وحسن الجوار والسعي دائما في اتجاه بناء المغرب الموحد، بل بناء الصرح المغاربي لتحقيق الأخوة
العربية والإفريقية وتوحيد الصف، إيمانا من المغرب بضرورة التكتل والتعاون والتآخي، لأن العالم اليوم هو يبني هذه التكتلات من أجل مواجهة تحديات كثيرة، تحديات المناخ والحروب والتطرف والنزاعات والحروب بمختلف أشكالها الإلكترونية والمناخية والبيولوجية وغيرها. لذلك لا مخرج ولا مهرب من توحيد الصف ومن رفع منسوب الوعي الوطني بضرورة رفع منسوب هذه القيم، لأنها تمثل صمام أمان لكل المغاربة، وأيضا ضمانا لمستقبل أفضل، خاصة في ظل ما حققه المغرب في السنوات الأخيرة من ازدهار ومن تنمية شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء. تلك التنمية التي تمثلت في البنية التحتية المتطورة وفي تلك الصناعات المتقدمة، سواء في الطب أو في صناعة السيارات أو الطائرات، أو يعني الصناعات الثقيلة التي حقق المغرب بها جذبا للاستثمار ومكانا مفضلا للعيش وللاستثمار. كذلك على المستوى الثقافي وعلى المستوى الوطني ضرب المغاربة أروع النماذج في الالتحام بقضيتهم الوطنية والوقوف وراء ملكهم صفا واحدا على وعي كامل بهذه القيم، وهي التي تمثل رأس مالا رمزيا لكل المغاربة. لذلك لا نتردد ولا نتأخر في الاحتفال بالأحداث الوطنية، بالذكريات الغالية التي تمثل مناسبة لإحياء هذه القيم، وعلى رأسها اليوم هذا الحدث التاريخي الكبير، وهو حدث زيارة السلطان محمد الخامس لمحاميد الغزلان، الذي حاولت الحديث عنه على ضوء مستجدات ملف الوحدة الترابية للمملكة، على ضوء مستجدات التنمية التي تشهدها بلادنا في السنوات الأخيرة، والتي تبشر بكل خير، والتي تعد بالكثير من العطاء والجهد، خاصة عندما ننظر إلى الأجيال الحالية التي الصاعدة، والتي تتشبع بالقيم الوطنية وبالوعي المستنير وبالجهد وبالعمل المستمر في سبيل الارتقاء بالوطن، إذ الجميع يعبر عن غيرته على المغرب ورغبته في أن يكون من الدول المتقدمة. وهذه الطاقة هي التي تجعل المغرب رائدا في شمال إفريقيا وفي المنطقة، هذه المنطقة التي يحقق المغرب فيها استقرارا ملحوظا وإشعاعا كبيرا، نأمل أن يستمر وأن يتواصل. ولعلي أكتفي بهذا القدر، على أن نستأنف الحديث لاحقا بمناسبة أخرى من المناسبات الوطنية. شكرا على حسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.